سلامة، مرحبا بكم على اكسكيز. الرسالة متاع اليوم باش تكون تحضير عشاء والا فطور متاع صيف. معناه يكون خفيف وفي نفس الوقت ما ياخوش برشا وقت في التحضير. هذه تسطيرة اما مش بالطريقة التقليدية اللي نعملوها، هي تسطيرة صحية على خاطر من غير قليان. هذا ما يمنعش اللي هي تجي بنينة برشا. مع التسطيرة عملت هنا دي بروشيت وكملت زيدا سلطة خضراء و لهنا عندنا شوية بطيخ غلة الصيف. ان شاء الله الفكرة متاع العشاء هذيا تعجبكم. كان عجبتكم حطوا جيم الفيديو، وكان اول مرة تشوفوا قناتي متاعي حطوا ابونيفو وميرسي. عسلامة. الرسالة متاع اليوم باش تكون تسطيرة بطريقة سهلة وفي نفس الوقت صحية على خاطر من غير قليان، وسهلة على خاطر الخضرة هذه الكل باش نقصوها نحطوها تيب في الماء متاعها وشوية زيت أكهو. هي الخضرة اللي نسحقوها باش نعملوا التسطيرة متاعنا. لهنا عندي رطل فلفل، معاه زيادة رطل طماطم، كعبتين باذنجان، كعبتين كورجيت كبار والا لهنا عندي واحدة كبيرة وزوز متوسطين، راس بصل و 3 سنات ثوم. هي القضية اللي باش نطيب فيها. دونك اول حاجة حطيت فيها كي شوية زيت، وكل خضرة نحيلها زريعتها ونقشرها ديريكت، نقصها ونحطها في وسطها. الخضرة الكل نخلطها كيما هكايا. نعاود نفكر اللي انا من الاول عملت شويه زيت زيتونه. توا باش نغطي القلايه ونحطها على النار، باش تنزل حتى شيء. كما قلت الخضرة باش تطيب الماء نتاعها، الماء اللي تطيبه هو بزيت الزيتون الملون. ديما التسطيرة تطيب على نار متوسطة. هنا انا باش نحضر الدجاج باش نعمل دجاج بروشيت. نجمو مع التسطيرة نعمل مثلا سردينة ولا حوت مشوي ولا اي حاجة نحبو عليها. انا لهنا باش نعمل بروشيت متاع دجاج. باش نفوح الدجاج شوية هريسة، شوية ملح، كركم وفاح متاع الدجاج، شوية كليل زعتر اللي عندنا. الدجاج يشرب الفاح ونبدا نحضر الخضره اللي باش نحطها في البروشيت. لهنا باش نقص طروف كبار. حضرت شويه طماطم، شويه فلفل وبصل باش نعمل بيهم البروشيت. باش نستعمل البروشيت اللوح هذاك، علاش قبل بساعتين حطيتهم كيما هكا يتنفخوا في الماء، باش من بعد كيف نحطهم في القلايه اللوحه ما يتحرقش. نبدا تو نحضر البروشيت. اول حاجه نحط طرف دجاج، من بعد شويه بصل، فلفل، طماطم، ونكمل
نكمل بنفس الطريقة، نعاود دجاج ونكمل نحط بقية الخضرة. هذوما توا لي بروشيت حاضرين، كيف باش نغطيهم ونحطهم يطيبوا. هاكا يطيبوا فرد وقت مادام الخضرة زادا كملت طابت. بالنسبة للخضرة ما نركلوش عليها، كل مرة نحركوها كيما نشوفوها هكا بدات تسيل في الماء نتاعها باش تكمل تطيب في الماء، ومن بعد باش تتحمر في الزيت اللي عملناه من الاول. توا الخضرة نص طياب، بدات تنقص ديجا في الفوليوم والماء زادا بدا ينقص. باش نزيدلها باش نفوحها، انا ذقتها ماهيش حارة برشا، دونك باش نعملها شوية هريسة، شوية ملح وتابل، ونكمل نغطيها او نخليها تكمل تطيب حتى لين تشيح من الماء كومبليتمون وتتحمر في الزيت. حركوها كل مرة، ما نخليوهاش تشد. توا الخضرة بعد ما شاحت من الماء كيما نشوفوا نقصت بالكدا، ما عادش الكمية كبيرة برشا، وتوا نحيت عليها الغطاء باش نخليها كيما هكا تكمل تحمر شوية في الزيت اللي عملناه من الاول. كيما نشوفوا الخضرة متاعنا شاحت من الماء الكل، تحمرت شوية في الزيت متاعها وطابت بالكدا. تو باش نرحيها بنفس الطريقة اللي نرحي بها السلطة المشوية. طريقة التحضير هي ماهيش تستيرة عادية، هي تستيرة بطريقة صحية، بما انها ما فيهاش قليل معناها، وان بلوس سهلة برشا، ما تستحقش برشا وقفة وتحضير كيما كي باش نعملوا التستيرة العادية. هذه توا تستيرة كيف حضرت. هي الحقيقة ماهيش كيما طعمها كيما مطعم التستيرة اللي احنا مستنسين بها، اما كمام بنينة بالكدا، تجي موزوزة. كما قلت اهم حاجة فيها اللي هي صحية، ما فيهاش القليان، و معناها رغم اللي هي ما فيهاش قليان، اما هذا ما يمنعش اللي النتيجة متاعها حاجة بنينة برشا. وباش نزيدو نبنوها، لهنا انا عملت زيت الزيتونة بما انها حارة شوية، وباش نزيدو نبنوها نعملو لها زيتون كبار، حتى شوية ليمون. هنا عملت لها عظمة مقلية في الوسط، بما انها اسمها تستيرة ما حبيتش نخليها من غير عظم، اما هي ماهيش حاجة لازمة، هو يرجع للذوق. باش نكمل نزينها بالبروشيت. كما قلت من الاول نجم كيما هكا نعملو بروشيت، والا سردينة، حتى مرقاز اذا يجي معاها لون بالكدا.